أنت إنسان أصلا، يعني تخطئ، تصيب، تذنب، تتوب. فالله عز وجل إذا نظرت إلى الناس أنهم أناس عاديون وأنت ملتزم، أو أنت في مرتبة أعلى، فأنت لست ملتزما. كيف أكون إنسانا عاديا وملتزما؟ فمعي يا أخي محمد طاهر يعني يجيب معي على هذا السؤال. تفضل يا أبو عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان قد يكون المتدين هو شخص عادي. إيش معنى شخص عادي؟ شخص يفرح، يحزن، يكون علاقات مع كل شرائح المجتمعية. فلذلك الملتزم بمعنى هو في الحياة العامة مع الناس شخص طبيعي. ولذلك قريش كانوا يطلبون من النبي ألا يكون شخصا عاديا، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني كانوا يظنون أنه ملك لا يأكل لا ينام لا يحزن، لكن النبي كان شخصا عادي، وفي نفس الوقت كان صاحب الرسالة، كان صاحب قلب، كان صاحب مسؤولية. كونك ملتزما لا يعني أنك تتعامل مع البشر بطريقة مغلقة. فهذا هو معنى شخص العادي. ليس هناك تناقض بين أن تكون شخصا طبيعيا وبين أن تكون شخصا ملتزما. جزاك الله خيرا. الذي قاله الدكتور محمد طاهر أبو عبد الرحيم حقيقة ما كان يدور بذهني. يعني الرسالة الأولى رسالة الإنسان الذي يظن نفسه أنه إنسانا عاديا. فالذي يظن نفسه إنسانا عاديا ويتذاكر مع نفسه ويفكر أنه يريد أن يكون إنسانا ملتزما، فهو إنسان ليس عاديا، هو إنسان يفكر في أن يرتقي من حالته التي هو فيها لأن يكون إنسانا ينضبط بضوابط الشرع ويكون إنسانا جيدا. فهذه الرسالة من هذه الفكرة. والرسالة الثانية الذي تحدث فيها أبو عبد الرحيم الدكتور محمد طاهر، الإنسان الملتزم الله عز وجل قال له هذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت إنسان أصلا، يعني تخطئ، تصيب، تذنب، تتوب. فالله عز وجل إذا نظرت إلى الناس أنهم أناس عاديون وأنت ملتزم، أو أنت في مرتبة أعلى، فأنت لست ملتزما. حتى الإمام ابن القيم يقول من شرائط التوبة ألا ينظر الإنسان الصالح الطائع إلى المذنب على أنه مذنب. يعني من شرائط توبتك أنت أن تعلم أنك كنت مذنبا فمن الله عز وجل عليك فتبت، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فشباب الإنسان العادي الذي يفكر أن يكون إنسانا ملتزما فهو ملتزما وله قيمة كبيرة لأنه ينظر إلى نفسه تلك النظرة. والإنسان الملتزم الذي يظن نفسه فوق البشر وأحسن من البشر هو إنسانا عاديا ليس له قيمة. أظن هكذا. فيجب علينا أن نتعلم أن الإنسان هو إنسان وليس ملكا.